ليلة استثنائية بكل المقاييس، أجواء مفعمة بالحب والرقي. حفل زفاف اليوتيوبر وسام وعروسه الجميلة سارة خطف الأضواء وتصدر ترند بحضور نخبة من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلالات أبهرت الجميع. لنبدأ بالعروس سارة. أطلت بداية بفستان أبيض ملكي ضيق من الأعلى، يتوجه ذيل طويل وطرحة فخمة، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر مرفوعة لتبدو كأميرة من قصص الخيال. أما الإطلالة الثانية فكانت بفستان عصري أنيق بتصميم ميرميد مزين بتفاصيل ناعمة، أضفى عليها لمسة أنثوية ساحرة. غير أن المشهد الأكثر تأثيراً في القلوب كان لحظة بكى والد العروس بحرقة وهو يسلم ابنته لعريسها، غص صوته وغرورقت عيناه بالدموع في مزيج من الفرح والفقدان، ما دفع كثيراً من أقارب السارة والمدعوين لمشاركته البكاء. لقد أضفت هذه اللحظة الإنسانية عمقًا صادقًا على الحفل، لتؤكد أن الزفاف ليس فخامة وإطلالات فحسب، بل مشاعر صافية وحب متجذر. أما الضيفات فقد حرصن كل منهن على الظهور بأبهى حلة. سارة مولس تألقت بفستان أزرق باستيل مطرز بخيوط فضية، وظهرت برفقة زوجها زياد بإطلالة كلاسيكية راقية. سارة الورع خطفت الأنظار بفستان لامع ضيق مكشوف الكتفين، مع تسريحة شعر مموجة جانبية. عبير الصغير اختارت فستانا زهريا واسعا مطرزا على الخصر، ورافقها خطيبها يوسف فرحات ببدلة سوداء أنيقة. كما برزت أيضا إطلالات أخرى لافتة: فرح مطالقة بفستان من توقيع توني ورد، وألونا بفستان عصري بنقشة ليوبارد، وصبا بفستان أبيض مطرز من المصممة سماح العلوي. لقد تحول الحفل إلى ما يشبه عرض أزياء مليئا بالتنوع والفخامة. أما اللحظة الأجمل فكانت الرقصة الأولى لوسام وسارة كزوجين، حيث اجتمعا وسط تصفيق وضحكات أحبائهما وأصدقائهما. وسام شارك لاحقا مقطعا من هذه الرقصة وكتب ببساطة: 17/8/2025، تاريخ سيبقى محفورا في ذاكرة محبينهم. لقد كان زفاف وسام وسارة أكثر من مجرد حفل، كان حدثا ترنديا جمع بين الحب الأناقة والمشاعر الصادقة، بإطلالات ولحظات ستظل حديث الجمهور طويلا. شاركونا آراءكم في التعليقات، أي إطلالة أو لحظة أثرت بكم أكثر؟ ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة آخر أخبار المشاهير أولا بأول.